لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكد نائب رئيس مجلس السيادة رئيس اللجنة العليا للإشراف السياسي والإداري لمنطقة أبي الفريق أول محمد حمدان دجلو حميدتي ضرورة استمرار التنسيق والتعاون بين السودان وجنوب السودان لبناء الثقة وتبادل الآراء حول كيفية توفير أساس متين للحل النهائي لقضية أبي. وقال حميدتي في الاجتماع المشترك بين السودان وجنوب السودان حول أبي بفندق السلام روتانا بالخرطوم إنه بالرغم من الظروف الحرجة التي يمر بها السودان إلا أن عقد الاجتماع كان أولوية تقديرا لحساسية قضية المنطقة والمعاناة الإنسانية التي تمر بها المجتمعات، ونوى أن ظروف السكان في أبي لا تحتمل التأخير، مشيرا إلى أهمية التوصل من خلال الاجتماع إلى نتائج إيجابية لوضع أبي على مسار السلام العادل والمستدام. وأوضح أن الروابط التاريخية المشتركة بين مجتمعات المنطقة والعلاقات الاستراتيجية التي تجمع السودان وجنوب السودان كلها عوامل محفزة تسهم في إحراز تقدم حقيقي يضمن مستقبلا أفضل لسكان أبي، داعيا إلى تفعيل الآليات المشتركة وخلق البيئة المناسبة التي تسهم في تعزيز الأمن والتنمية والاستقرار لمصلحة المجتمعات بالمنطقة. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.